أرقى بتقود السوق زي عادتها من أول لما بدأنا من أكتر من سنة ونص. بنقود السوق إلى فكر جديد، فكر يساعد الدولة المصرية ويساعد شركة العاصمة الإدارية في إنشاء مدينة هي قابلة للتشغيل وللتطوير وليس قابلة للإنشاء فقط. هدي لحضراتكم مثال، المثال بسيط جدا. لو عندنا عميل اشترى محل بغرض إنشاؤه مطعم في 2024، المحل ده علشان يتحول لمطعم لازم ليه من شوية اشتراطات. الاشتراطات دي بتشترطها الجهات الرسمية والحكومية في الدولة زي وزارة السياحة. وزارة السياحة بتشترط علشان تدي لمحل رخصة مطعم أو تشغيل مطعم إن يكون عنده مطبخ في المنطقة الخلفية. المطبخ ده ليه باب خلفي فاتح على طرقة الخدمات. طرقة الخدمات اللي بيبقى فيها العمال بينتقلوا بالبضائع من مطعم إلى الآخر. طرقة الخدمات مودية إلى أسانسير الخدمة وسلم الخدمة اللي العمال بيستخدموهم في نقل البضائع، اللي لما بننزل فيهم بيودونا على رصيف الشحن والتفريغ، منطقة الخدمات اللوجستية اللي بيجي فيها العربيات النقل المحملة بالبضائع علشان تنزل البضائع في رصيف الشحن والتفريغ. وكل اللي احنا اتكلمنا فيه ده العميل المتعامل مع المول أو متعامل مع المحل أو متعامل مع المطعم مش شايفه ومش حاسس بيه أبدا. ده من ضمن اشتراطات تشغيل المطعم. لو أنا بشتري صيدلية ليها اشتراطات، لو بشتري محل هعمله ريتيل هعمله فاشون سواء رجالي أو أطفالي أو حريمي، ليه اشتراطات في الفاير سيستم علشان حجم وكمية الأقمشة اللي موجودة في المحل، فليه اشتراطات معينه في الفاير سيستم. سلالم الهروب اللي موجوده باحجام معينه ومعمول حساب كل الاعداد اللي ممكن تكون موجوده علشان السلالم تستوعب هذه الامور. الاشتراطات دي كان واجب علينا اللي احنا نوفرها للعميل اللي بيشتري النهارده لاننا باصين على المستقبل.